في ساعات بتفهمها وبتدخل دماغك على طول. ساعة الغطس الدايف ووتش هي ساعة بتبان انها للغطس، وساعة دريس ووتش بتبان كلاسيك وبتبان أنيقة لللبس. اما بالنسبة للبايلوت ووتش فهي بتبان تكنيكال او تقنية اكتر. لكن بعد كده بيظهر السيكو البينست، ساعة بتيجي ب2 كراونز وكمان بكومباس بيزل فيها بوصلة داخلية اللي معظم الناس غالبا مش هيستخدموها، عقارب ذهبية ودايل بلون اخضر مميز، والماركرز والهاندز والعقارب اللي موجودة في الساعة شكلها غريب شوية، وكمان الماركرز اللي موجوده فيها او العلامات بتاعت الساعات تحس ان هي مدياك طابع فينتج كده، حاجه قديمه او عتيقه. وفوق كل ده مقاومه للميه لغايه 200 متر. الساعه دي بقت من اكتر ساعات سيكو المطلوبه والمحبوبه في التاريخ، ولسنين كتير الكوليكتورز والكوميونيتيز بتوعت الساعات كانوا بيتناقشوا على الساعه دي كانها افضل ساعه تقدر تشتريها تحت فئه $1000 طبعا كساعه ميكانيكيه. وبصراحه على الورق مفيش ولا حاجه تركب على الثانيه، بس بطريقه غريبه تحس الساعه ككل متظبطه بالملي. في الفيديو ده احنا مش بس هنعمل مراجعه او ريفيو على ساعه الالبينست، لكن كمان هنتكلم على ليه الكوليكتورز مهووسين وبيحبوا الساعه دي جدا، وازاي قدرت تعيش وتصمد وسط سنين من المنافسه، وليه الساعه دي بالذات من سيكو ليها شخصيه ومختلفه عن بقيه الساعات التانيه، وليه الالبينست بالذات بقى ليها حب مخصوص بالذات عند الجمهور بتاع الساعات. هو الحقيقه ان سيكو البينست هي مش مثاليه، ولكن هي اعلى درجه من ان هي تكون مثاليه، لان هي ليها شخصيه وهحكي لك عنها في الفيديو ده دلوقتي. بس قبل ما نبدا في الفيديو تعال اقول لك احنا هنتكلم في الفيديو ده عن ايه. اول حاجه هنتكلم على ساعه سيكو البينست وتاريخ الساعه نفسها، وكمان ليه بقت ساعه اسطوريه. هنتكلم على فلسفه الديزاين او الديزاين سايكولوجي بتاع الساعه، وليه خلاها ساعه مميزه وليها شخصيه. كمان هنتكلم على الكيس دايمنشنز وابعاد الساعه، وليه الساعه دي هتكون مريحه على ايدك. وهنذكر كمان الكومباس بيزل او البيزل اللي بيكون فيه البوصله الداخليه اللي موجوده في الساعه، واللي هي على ما اعتقد حاجه جديده او غريبه الساعات. هنذكر برضو الدايل والكيس وكل حاجه جميله في الساعه، والعقارب والماركرز والميكس بتاع الالوان اللي مميز جدا في الساعه. واخيرا هنتكلم على اخر حاجتين، الموفمنت اللي موجوده في الساعه ال6R35، وكمان هنتكلم على شويه عيوب موجوده في الساعه هنذكرها في اخر الفيديو. فلو مهتم بكل التفاصيل دي تابع معايا لاخر الفيديو علشان تعرف ليه السيكو البينست من اكتر الساعات اللي ليها شخصيه في عالم الساعات، مش في لاين سيكو بس. وفي الاخر هنسال سؤال، ان هل البينست تستحق السمعه والشهره دي كلها والكلام اللي هنتكلم عنها في الفيديو ده، ولا هتكون اوفر ريتد في الاخر؟ لو حابب تعرف الاجابه تابع معايا الفيديو للاخر. ولو ما تعرفنيش واول مره تشوفني، انا معتز وبحب الساعات، والنهارده هكلمك على الساعه اسمها سيكو البينست من البدايه للاخر، اول ما بدات وتاريخها لغايه ما نعرف ان هي اوفر ريتد ولا تستحق ان احنا نعمل عنها فيديو بالمده دي كلها. تابع معايا للاخر، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس لو حابب تشوف الفيديوهات الجايه في المحتوى ده باذن الله. تعال نبدا الفيديو. علشان تفهم الالبينست صح لازم في الاول تفهم حاجه عن سيكو، لان قبل ما سيكو تتشهر بساعات الغطس الاسطوريه اللي هي الاس كي اكس والتيرتل وكمان الساموراي، سيكو كانت تصنع ساعات لهدف واحد وهو النجاه او السرفايفل. علشان كده سنه 1959 سيكو صنعت ساعه اسمها لوريل البينست، وده على عكس معظم الساعات اللي كانت موجوده في الوقت ده. الساعه دي ما كانتش معموله للمكاتب ولا للاماكن الاداريه، ولا معموله للفخامه ولا الرفاهيه. الساعه دي اتصممت مخصوص لمتسلقين الجبال في اليابان. سيكو عملت الساعه دي بالذات للمتسلقين مش للغواصين ولا رجال الاعمال، بل عملتها للمستكشفين. ومن هنا اصلا بتبدا فلسفه الالبينست. بس بعد كده في حاجه حصلت، صناعه الساعات اتغيرت تماما. ساعات الغطس انتشرت شعبيتها بشكل مش طبيعي، وسيكو بدات تركز بكل قوتها وصناعتها على ساعات الغطس الاسطوريه بتاعتها زي ال62MAS التيرتل والاس كي اكس. بالراحه كده في الخلفيه الالبينست بدات تختفي واحده واحده، ولسنين طويله بدانا نحس ان هي بقت شبه منسيه، لحد ما وصلنا لسنه 2006. ده الوقت اللي سيكو اصدرت فيه الساعه اللي الكوليكتورز بيعتبروها انها نقطه تحول جوهريه في قصه ساعه الالبينست، ساعه SARB017. والساعه دي غيرت كل حاجه، خصوصا في المجتمعات او الكوميونيتيز وعشاق الساعات. في الوقت ده الساعه كان احساسها مختلف عن اي ساعه تانية موجوده في السوق. معظم ساعات الفيلد ووتشز كان شكلها عسكري، ومعظم الساعات الرياضيه كان شكلها كبير او
واجريسيف، لكن الالبينست شكلها غريب انيق وبتاع مغامرات، وفي نفس الوقت ليها روح فينتج كلاسيكيه، والكوليكتورز حبوا الموضوع ده جدا. ومع الوقت اصدار الالبينست SARB 017 بقت من اكتر الساعات اللي ليها احترام عند الكوليكتورز في عالم الساعات وفي اللاين بتاع سيكو. لكن بعدين سيكو قررت ان هي توقف اصدار الالبينست للاسف. طبعا كلنا عارفين ان اي شركه ساعات اول ما توقف اصدار ساعات بتلاقي الكوليكتورز او محبين الساعات بيبداوا يتناقشوا وبيتكلموا، بتلاقي في ترندات حصلت، الساعه دي هيحصل عليها هايب، سعرها هيعلى، فكله بيبدا يركز على الساعه اللي بيتوقف اصدارها في اي لاين غالبا، بس لو البراند نفسه بيكون معروف. ولكن بعد ما وقفوا اصدارها جه اصدار جديد من ساعه الالبينست، وهو اصدار الاس بي بي 121، ودي الساعه اللي اخذت نفس تصميمات الالبينست اللي كل الناس كانت بتحبها ونزلت تاني بالسوق كاصدار جديد وحديث. تعالوا بقى نتكلم على السبب الحقيقي اللي خلى الساعه دي ايقونيه. غالبا هي شخصيه الساعه نفسها. بص كده على المواصفات اللي موجوده فيها، العقارب والماركرز اللي موجوده فيها باللون الذهبي وشكله صراحه جميل جدا. الدايل اللي موجود في الساعه باللون الاخضر اللي شكله مميز جدا، وكمان فيها بوصله داخليه الكومباس بيزل. الكريستال بتاع الساعه موجود فيها السايكلوبس اللي هو العدسه بتاعه التكبير عند شباك التاريخ. الساعه مقاومه لغايه 200 متر للميه، وفوق كل ده تحس الساعه دريس ووتش في الاخر، مع انها هي مش دريس، ولكن لو لبستها على بدله هتنفع معاك جدا. الكلام ده تسمعه وتحس ان في مصمم اخذ تصميم 3 ساعات مع بعض، عمل لهم ميكس كده وحطهم في ساعه واحده طلع بيها الالبينست. وان اصلا الساعه يكون ليها شخصيه، غالبا دي حاجه بدات الساعات الحديثه تفقدها تدريجيا ومش موجوده زي ما موجوده في الساعه دي. يعني عندك الجرين دايل اللي موجود في الساعه، اللون الاخضر الايقوني بتاعها، على حسب الاضاءه ساعات تلاقيها انيقه جدا، وساعات تحسها كده ساعه طف، ساعه خشنه، واوقات تانية تحسها ساعه فاخره، وفي اوقات تانية بتحس ان هي ساعه فينتج. والحاجه الغريبه في الساعه دي انك كل ما بتقضي وقت اكتر معاها كل ما بتتعلق بيها اكتر، وده بالظبط كلام الكوليكتورز او الكوليكتورز اللي حبوا الساعه دي واللي تعلقوا بيها عاطفيا. ومن الاسباب اللي خلت الالبينست من الساعات المميزه جدا في الاستخدام اليومي هي البروبورشنز بتاعتها، اللي هو ابعاد الساعه. على الورق الكيس بتاع الساعه 39 ملم، ومن اللج تو لج 46 ملي، وكمان السمك بتاعها 13 ملي. لكن الارقام دي كلها على معصم ايدك لما تيجي تلبس الساعه فت جدا ومريحه جدا. والسبب الكبير انه بيديك احساس ان الكيس بتاع الساعه مش كبير هو البوصله او البزل الداخلي بتاع الكومباس بيزل، انه بصريا بيصغر حجم المينا بتاع الساعه. فبالرغم ان هي تقنيا 40 ملي، لكن في اللبس ممكن تبان على ايدك ان هي 38 ملي، وده في حد ذاته بيخليها مرنه ومتنوعه على اي معصم ايد، كبير صغير متوسط، هتكون مناسبه جدا على اي معصم ايد. الالبينست تقدر تتعامل معاك وتستحمل معاك تحت اي ظروف، وده طبعا سبب تاني يخلي الكوليكتورز يحترموا الساعه دي جدا، لان تقدر تقول ان هي باين عليها بسكوتايه ولكن هي جامده. نيجي بقى للميزه اللي موجوده في الساعه، واللي غالبا 90% اللي هيشتري الساعه دي مش هيستخدم الميزه دي، ولكن بتكون عاطفيا كده حاجه جميله، واللي هي البوصله الداخليه في البزل الداخلي الكومباس بيزل. طبعا زي ما قلت لك في اول الفيديو ان الالبينست اتعملت عشان تكون للمغامرين او للمتسلقين للجبال، فالساعه اتعملت عشان يكون فيها بوصله ممكن هم يكونوا حابين يستخدموا البوصله دي في اوقات واوقات. طبعا في GPS بقى الدنيا اتطورت ودلوقتي في حاجات تانية كتير والابل ووتش، ولكن اللي هيلبس الساعه دي وهو برضه مش هيستخدم الميزه دي، ولكن ان يكون في 2 كراونز موجودين على الساعه ناحيه اليمين، وانك ممكن وانت قاعد كده حابب تتسلى بالكراون بتاع البيزل، بتلف البيزل من جوه وهو عمال بيلف كده معاك، تحس في لينك ما بينك وبين الساعه، حاجه كده لذيذه جدا. يعني لما تجربها هتعيش مع الحاجه دي وهتحبها اكتر. تعال اكلمك على الفن اللي موجود في الساعه دي وهو الدايل بتاعها. اولا خلينا متفقين ان سيكو في الفئه السعريه دي هي اكتر براند او اكتر شركه بتعرف تلعب بالالوان اللعب الصح عشان تطلع لك حاجه بالشكل ان هي تبان فخمه بسعر الفئه اللي احنا بنتكلم فيها. يعني عندك اللون الاخضر بتاع الالبينست في الضوء الشمس الالوان بتاعتها بتبقى كونتراست كده وباينه جدا، اما لو دخلت الساعه جوه البيت او في حته ضلمه هتلاقي ان الساعه او الاخضر بتاع الدايل بقى غامق كده وبقى ليه مود مختلف خالص. ومش اقول لك بقى في الليل لما تكون في حته ضلمه خالص واللوم اللي تكون في العقارب تضوي كده وتبص عليها بصه رومانسيه جميله، هتحس شعور جميل جدا مع الساعه. واللي محلي جمال الساعه اكتر هي الاندسز او الماركرز اللي موجوده فيها، وبالمناسبه هي ابلايد مش برينتد، يعني متركبه تركيب، وده مديها احساس ان هي بارزه على الدايل واللون الذهبي
الذهبي بتاعها. يا سلام، الاخضر مع الذهبي عامل ميكس جميل جدا. العقارب بتاعت الالبينست شكلها مختلف عن اي ساعه تانية، وكمان الدايل الداخلي بتاع البوصله زي ما قلت لك هو محسسك ان الدايل بتاع الساعه صغير، مع ان ممكن يكون حجمه كبير، ولكن هو مديك فيجوالي بصريا محسسك ان الساعه الدايل بتاعها صغير. وغير كده ان الدايل فيه شباك تاريخ صغير بيعرض لك التاريخ، وكمان هتلاقي في الداير بتاع الدايل الماركرز او العلامات الصغيره اللي بتقول لك على الثواني بتاعتها. خليني اقول لك وانا بكلمك على الدايل حسيت ان كده في زحمه، ولكن لما تبص على الساعه كده في الفيديو قدام عينك دلوقتي هتحس الزحمه اللي انا بكلمك عنها دي منظمه. عينك مستريحه للساعه، حرفيا هي مش زحمه، ولكن تحس ان كل حاجه محطوطه في مكانها بالشكل الصحيح. تعالى بقى اكلمك على الموفمنت اللي موجوده في ساعه الالبينست اللي هو الاصدار الاس بي بي 121 واللي هي ال 6R35. وفي بعض المصادر الموفمنت بتاع السيكو دي بتتعرض لشويه انتقادات، لان بيقول لك النتائج اللي السيكو بتعرضها عن الموفمنت دي مش حقيقيه او مش دقيقه زي ما بتكون في اللبس او عند الاستخدام، يعني مقدر ان بيكون فيها غلط عن الطبيعي شويه. طبعا مقارنه بالموفمنتس او المكن السويسري يعني دي هتكون قليله شويه عنهم بسنتين ثلاثه، لكن خلينا متفقين ان مفيش حاجه بتتعمل بتكون بيرفكت. علشان اطلع لك حاجه زي كده احنا اتكلمنا على مواصفات كتير جدا جميله في الساعه، الالوان والدايل والكيس والحجم والبروبورشنز، الحجم بتاع الساعه، وكمان الساعه بتيجي بستراب ليذر الجلد بتاع التمساح، لبسه على ايدك بيكون مريح جدا مع اللون بتاع الدايل الاخضر، مع الاضاءه بتاعت الشمس، مع الاضاءه الليليه، مع اللوم، كل التفاصيل دي كلها بتديك احساس جميل جدا في الساعه. فعلشان ننتقد الموفمنت في الاخر او المكنه اللي موجوده فيها علشان اعتماديتها او علشان بيكون فيها نسبه اخطاء، فممكن نتغاضى عن الحاجه دي شويه. وده مش معناه ان الموفمنت اللي بكلمك عنها هي وحشه جدا او مكنه بايظه خالص، بالعكس المكنه دي ان هاوس صنع سيكو. المكنه دي بتديك باور ريزيرف 70 ساعه، 70 ساعه ركز، وكمان فيها هاكينج وهاند وايندنج. واللي ما تعرفوش او اللي لسه ما ذكرناهوش في الفيديو ان الكريستال بتاع الساعه من سيكو بيجي من سفاير كريستال. وخلينا افكرك تاني ان هي مقاومه للميه 200 متر، وكمان ليها روح كده وليها طبعا قصه، والساعه اللي بيكون ليها قصه غير الساعه اللي بتكون معموله علشان هي اتعملت وخلاص. لكن الالبينست ليها قصه، والقصه بتاعتها اللي هي كانت معموله للسرفايفل او للمغامرات والجبال. دي من ضمن الساعات اللي اقدر اقول لك ان هي بتديك حرفيا قيمه مقابل سعر. السعر اللي بتدفعه في الساعه دي هو سعر عادل بالنسبه للحاجات اللي هتاخدها من الساعه دي، شكل ايقوني وقصه والكوليكتورز اصلا بيحبوها، فدي حاجه تديها ميزه بلس، حاجه كده كومبو. اخيرا تعالى اكلمك على شويه انتقادات او مشاكل قابلت بعض الناس لما اشتروا الساعه دي. اول حاجه الاستراب بتاع الساعه، لما بيجي مع الساعه الاستراب الجلد بتاعها، ناس كتير ما حبتش الشعور بتاع الاستراب اللي بيجي معاها اللي هو الاساسي، فطبعا ببساطه بيروح شايل الاستراب بتاع الساعه وبيغيرها باستراب تاني. مش شايف ان هي مشكله، تغيير الاستراب ده شيء طبيعي جدا. وكمان لو حطيت عليها الاستراب الناتو هتغير من شكلها تماما وهتكون احلى واحلى، وكل ما غيرت استراب مع التاني بتغير ستايل الساعه. فحاول برضو تدخل في الموضوع ده علشان بيكون لذيذ جدا، بيغير ستايلات ساعه واحده، بدل ما تروح تشتري ساعه واثنين وثلاثه ممكن تشتري ساعه وتغير فيها استرابات زي ما بتغير جراب الموبايل. تاني عيب او انتقاد الناس شايفينه في الساعه دي هو السايكلوبس او الدايره اللي بتكون موجوده عند مربع الشباك اللي بيكبر رقم التاريخ. ناس كتير بتشوف ان هو ممكن ما يكونش ليه لازمه، ولكن انا شايف انه حاجه جميله وموجود في ساعات رولكس، فمش عارف انتوا انتقدوه في سيكو ليه وما انتقدتوش في رولكس ليه. ولكن في ناس ما بتحبش الحاجه دي وفي ناس بتحب الحاجه دي، فاحنا ممكن نقول ان ده انتقاد علشان اختلاف الاراء مش اكتر. ثالث نقطه معانا واللي اتكلمت معاك فيها اللي هو الاكيورسي بتاعت الموفمنت او دقه المكنه. دقه المكنه مش افضل حاجه، ولكن علشان يديك حاجه بالفئه دي وبالفئه السعريه اللي تكون حنينه تحت $1000 وعشان تلبس ساعه بالشكل ده وبالديزاين ده، وكمان اديك مكنه هي مش وحشه اعتماديه ولكن مش دقه 100%، فلكن للاسف هتلاقي فيه عيوب في دقه المكنه، مش بايظه خالص ولكن دقه بسيطه خالص. رابع نقطه من ضمن الانتقادات او من ضمن العيوب ان ناس كتير ممكن تحاول تفهم شكل الساعه ولكن مش هتعرف تستوعب او تبلعها بالعربي. يعني انا شايف ساعه غريبه قدام عيني، الديزاين، البيزل الداخلي، حجم او سمك الساعه، الاستراب بتاعها، الالوان، الميكس بتاعها ممكن يكون غريب شويه للبعض، ذهبي مع اخضر، وكمان الاخضر فيه سامبيرست، وفي اللون الخافت الاخضر بتاع الدايل بيتغير في الشمس بيفقع شويه، في ميكس كده في الساعه مش كله هيحبه ولكن فيه هيكون في فئه هتحب الساعه دي. فعلشان كده حابب اعرف رايك، قول لي رايك في الساعه دي في التعليقات. الحاجه اللي خلت ساعه الالبينست ان هي تبقى ساعه مميزه، عالم بقت فيه ساعات بتكرر نفس الاشكال
اشكال كوبي بيست، مفيش اي ابتكارات، ولو كمان في اي ابتكارات فتحس الديزاين روبوتك كده، يعني مش مصنوع صنع وراه قصه. لكن الالبينست اتعملت بقصه، اتعملت بشكل جميل، التفاصيل اللي فيها اديتها شخصيه وحيويه، وتحسها كده حاجه انت لما بتلبسها او بتبص لها بتحس انك بتبص لساعه اتعمل فيها لمسه بشريه، او اتعمل فيها على الاقل فكره. مش انا لقيت ساعه رولكس ففلوتد بيزل او مثلا جوبلي بريسلت فرحت طبقت تصميم رولكس في ساعه تانية، مش هحسها عشان خلاص دي بتاعت رولكس، فمش هروح البس ساعه مكتوب عليها اكس شبه رولكس. ولكن سيكو عملت حاجه خاصه بيها الالبينست وقصتها، واتعملت علشان حاجه كانت حقيقيه، تسلق الجبال، بره عن الغطس، بره عن الطيران، بره عن الدايف اللي هو الغطس طبعا تاني، بره عن الدريس. بقت حاجه زي ما قلت لك، هي عملت ميكس او كومبينيشن ما بين الثلاث ساعات دول او ما بين الثلاث ستايلات دول علشان تطلع لنا الالبينست من سيكو. عشان كده الساعه دي عملت لها شخصيه خاصه والكوليكتورز حبوها جدا، وانا شايف ان الساعه دي هيكون ليها مستقبل لسنين قدام مش دلوقتي. ولكن اللي هيشتريها وهيقتنيها وجهه نظر شخصيه مش نصيحه، ان هي هتكون ساعه ايقونيه عبر الزمن. ففي الاخر خليني اجاوبك على السؤال اللي سالته لك في اول الفيديو، هل الالبينست تستحق كل الضجه دي والسمعه بتاعتها الكبيره دي؟ خليني اقول لك صراحه تستحق كل الضجه دي، مش لانها مثاليه ولا لانها اكثر دقه ولا كمان لانها افخم ساعه في السوق مثلا، لكن لان فيها حاجه ساعات كتير بتفقدها جدا الفتره دي، وهي الروح. الساعه فيها روح. الالبينست بتديك احساس بالمغامره، مميزه ومختلفه. دي ساعه بتحكي لك قصه وبتعيشك حاله. علشان الساعه دي بتعيشك حاله فانا عايز اعرف رايك في التعليقات. ايه رايك في ساعه السيكو البينست اللي حكيت لك عنها في الفيديو ده؟ هل التصميم بتاعها عجبك ولا شايف التصميم فيه خلل شويه؟ هل لو معاك ساعه السيكو البينست هتشتريها ولا هتفضل انك تشتري ساعه مثلا دايف ووتش؟ هل هي اوفر ريتد ولا هي مستحق ان هي تاخد الضجه دي؟ خليني اعرف رايك في التعليقات عن ساعه سيكو البينست، وهل انت حبيتها من خلال الفيديو ولا كنت تعرفها قبل الفيديو؟ ولو حبيتها من خلال الفيديو تحب تشتريها؟ ولو هتحب تشتريها ليه؟ ولو معاك واحده قول لنا في التعليقات، وحابين نشوفها برضو في جروب التليجرام عندنا هتلاقيه في الديسكربشن تحت. وبكده اكون خلصت لك الفيديو، واقدر اقول لك دلوقتي لو الفيديو عجبك ما تنساش تدينا لايك وتدعمنا باشتراك علشان ده بيشجعنا اكتر، وتفعل الجرس علشان لو جالك اي فيديو وبتحب المحتوى ده تعرف ان الفيديو نزل وتتفرج عليه باذن الله الفتره الجايه. وما تنساش دعمك بيخلينا نستمر، وعلشان كده انا معتز بحب الساعات، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.